ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الفيديو ده اول فيديو بعد رمضان والعيد، كل سنه وانتم طيبين. نبدا بقى نستعيد نشاطنا وحياتنا اليوميه ونرجع تاني لفيديوهاتنا. فيديو النهارده هيكون عن مجموعه سيروبايب بتاعه الشعر ورأيي فيها. بس قبل ما نبدا الفيديو، اللي لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه يا ريت تعملي سبسكرايب وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول، علشان اول ما ينزل فيديو يجيلك اشعار. وما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم. يلا بينا نبدا الفيديو. سيروبايب من البراند اللي بتندرج تحت شركه باركفيل اللي هي تنتج براندات سيروبايب وكلاري وستارفيل. فسيروبايب من الحاجات اللي ابتدت تتشهر مؤخرا، وزي كلاري كده هي خاصه بمنتجات الشعر او الهير كير. الحقيقه انا بقالي فتره بجربها، وكنت كلمتكم كده يعني كم مره كده عليهم. بس انا بقالي فتره بجرب منتجات سيروبايب للشعر. هي المجموعه دي بتبقى خاصه بترطيب الشعر اكتر، يعني هي الشعر الجاف او الشعر التالف من اي تريتمنت معمول قبل كده. فهي مفروض انها بتطري الشعر وترطبه. خلينا نبدا في اول حاجه. انا هاخدهم كده بترتيب استخدامهم. ف اول حاجه طبعا بتتحط على الشعر هي حمام الكريم او الهير ماسك. بحطه على شعري قبل ما ادخل الشاور او قبل ما اغسله. بحط كميه كويسه على الاطراف لمده تقريبا ساعه او ساعه ونص. ده قبل ما اغسله. بصراحة حمام الكريم بتاعهم حلو جدا، بيطري الشعر، مليان بزيوت، مجموعة زيوت يعني جوز هند، زيت الارجان، زيت اللي هو الكاستر اللي هو تقريبا بذر الكتان، في فيتامين اي وفي كافيين. فهو مغذي وفي نفس الوقت بيرطب الشعر بطريقة قوية، حلو جدا يعني. بعد كده تاني خطوة هي الشامبو. برضو يا جماعة الشامبو بتاعهم اصلا زيرو سلفيت، فده طبعا حاجة كويسة جدا. في ناس بتقول هو مش بيرغي ومش بينظف. طبعا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي بخلي ازاي الشامبوهات الزيرو سلفيت ممكن ترغي وازاي بستخدمها على الشعر. فطبعا بعد ما تدخلي الشاور، بعد ما حطيتي حمام الكريم، بتشطفي شعرك كويس جدا. بعد كده تبتدي تحطي الشامبو. بصوا هو طبعا بامب كده وبتنزلي منه بالبامب دي. بصراحة هي يعني العيب الوحيد في الشامبو ده ان البامب بتاعته تقيلة، يعني بدوس عليها جامد قوي علشان تنزل نقط قليلة. فده عيبه الوحيد. غير كده هو ريحته فظيعة، بحب ريحته جدا جدا. ريحته كده فلورال على نظافة، ريحته حلوة قوي. كمان هو برضو وانتي بتحطيه كده وتشطفي شعرك بتحسي ان شعرك ناعم وانتي في الشاور اصلا. فحلوة قوي قوي. برضو في فيتامين اي وفي كافيين وفي ارجان اويل. برضو حتى الشامبو فيه ارجان اويل. فبصراحة يعني الشامبو ده عجبني جدا جدا، وتأثيره لطيف وبيطري فعلا الشعر. الخطوة الثالثة بعد ما طبعا غسلت الشامبو سواء مرة او مرتين حسب شعرك انتي دهني او فيه دهون كتير او لا. بعد كده بستخدم الهير كونديشنر. برضو السيروبايب الهير كونديشنر بتاعهم برضو تقيل وبيطري جدا جدا. وبرضو كلهم طبعا نفس الريحة، ريحته حلوة قوي. طبعا هو مكتوب عليه ان هو ديب هير موسترايزر، يعني بيرطب بعمق جدا. وهو فعلا بيرطب يا جماعة، وانتوا بقولك بتحسوا بيه اثناء الشاور، تحس ان شعركم مترطب. برضو في كل نفس المكونات اللي هي موجودة في الهير ماسك، لان هو في نفس الاويلز، نفس الزيوت موجودة، الكاستر اويل وفيتامين اي و بس مش موجود فيه الارجان اويل. يعني هو مش مكتوب ان هو فيه ارجان اويل. بس هو لطيف جدا على الشعر وبيطري. بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة الليف ان، ودي طبعا خطوة اختيارية، مش كل الناس بتحط. هو مكتوب عليه ليف ان كونديشنر مش كريم، يعني مش عارفة ايه الفرق يعني ان هو كريم او كونديشنر. بس هو ليف ان يعني كده كده بيتساب في الشعر. ده بعد بقى بتخرجي من الشاور طبعا بتحطيه بقى، بعد يعني بتلفي شعرك بالفوطة الفايبر، يعني لغاية ما شعرك يبقى نص، يعني نص نص مبلول.
مش مبلول قوي. وبعدين تبتدي تحطي الليف ان ده على الشعر وطبعا على الاطراف، ما بنروحش عند الروتس علشان هو كريم تقيل. كل المكونات تقريبا الموجودة في الهير ماسك فبنحطه على الاطراف، وهو بالمنظر ده كده بينزل بامب برضو لونه اخضر، وبتعمليه على الاطراف. ولو عايزه شعرك كيرلز برضو طبعا بتحطي على، او مش كيرلز برضو بتحطيه وتلفيه تاني لغايه ما شعرك ينشف شويه. وبعد كده بقى بتبتدي اما تعمليه حراره او تعمليه الكيرلز. فحلو جدا وريحته حلوه قوي. فانا بستخدم المجموعه على بعض يا جماعه. يعني انا ما اقدرش اقولك الليف ان ده وحده هيخلي شعرك طري قوي، لا، يعني انا لازم استخدم الهير ماسك والشامبو والكونديشنر علشان تحسي بالنتيجه، تحسي ان شعرك بقى طري فعلا. بعد كده بقى خطوه السيرم، الهير سيرم. هو طبعا تقيل، يعني برضو بحط منه نقطه واحده بس، نقطه كده، يعني نقطة كبيرة شوية، يعني مش نقطة صغيرة قوي، حسب طبعا شعرك جاف قد ايه. بحط نقطة وبعملها كده في كف ايدي، وابتدي امشيها على الشعر وهو ناشف او هو خلاص قرب ينشف. دي طبعا بتهدي جدا اي هيشان او اي فريز في الشعر، يعني بتهديها خالص، بتشيلها تقريبا. فحلو قوي. هو تقيل طبعا من السيرمز التقيله، يعني اللي شبه الزيوت، فعشان كده بنحط منه قليل. وده فيه برضو حماية من الشمس، فده برضو لو واحدة مش محجبة ده هيبقى حلو قوي لو حطيته وخرجت بيه، ده حماية هيحمي شعرها من اثار الشمس. بس كده يا جماعة، دي مجموعة سيرو بايب وتجربتي معاها. بصراحة انا يعني بقالي تقريبا شهر او اكتر بستخدمه علشان اقول لكم رايي في منتهى الصراحه. بصراحه انا شعري زي ما قلت لكم تالف جدا، يعني شعري تالف جدا بسبب البليتشنج. كنت محتاجه حاجه قويه تطري شعري جدا وتنعمه جدا، لان هو جاف قوي ومتقصف كله. لكن هو طبعا بيشيلش التقصيف، عشان ما اكذبش عليكم، لا، لو شعرك مقصف او تعبان من البليتشنج او من اي تريتمنت هو مش هيعالج التقصيف، لكن هو بيخلي الشعره نفسها انت تمشي ايدك كده على شعرك تحسي ان شعرك طري. فده بصراحة حلو جدا، ان هو مرطب حلو قوي. واعتقد انت لازم تستخدمي المجموعة على بعض علشان تحسي بالفرق، او على الاقل تستخدمي الهير ماسك والكونديشنر علشان تحسي بفرق في شعرك. بس كده حلوين، نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما حبيتش اطول عليكم قوي، بس ان شاء الله الفيديوهات الجايه هعمل لكم ريفيوهات عن حاجات كتير، وانتوا اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه البرودكت اللي انتوا عايزيني اجربها، هير كير او سكين كير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشير مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.